قفشه تاني بجد؟ قفشه تاني يا ابني؟ انت ورايا ولا ايه؟ عايز ايه مني يا ابني؟ سيبني في حالي. انتهت مباراه الشرقيه انبي قدام النادي الاهلي بريمونتادا وفوز النادي الاهلي 3-2. انبي كان متقدم بهدفين والاهلي رجع بريمونتادا وقفشه بالقضيه. ممكن يا ابني؟ حرام عليك يا ابني والله حرام عليك. انت جبت لي عقده نفسيه. قفشه بقى ينزل قضيه ممكن؟ ده جمهورك نفسه مش عايزك. جمهورك قال لك قفشه ما يرجعش، ترجع وتجيب قضيه زي دي في اول ماتش في الدوري؟ يا ابني حرام عليك والله تعبت اقسم بالله. بس الجون بتاع مروان عطيه عالمي اقسم بالله، احسن هدف في الدوري لحد اللحظه دي. ايه الجمال وايه الحلاوه دي يا مروان؟ ايه الثقه دي يا ابني؟ الولا استلم من هنا وش رجل في المقص محدش شافها. ده الجمهور اللي بيتفرج من التلفزيون ما شافهاش اصلا من سرعتها وقوتها. هدف عالمي من مروان عطيه، ده الهدف الاول للنادي الاهلي. والهدف الثاني ضربه جزاء مشكوك في امرها، ما تعرفش اذا كانت ضربه جزاء ولا لا. المخرج اصلا مش جايب صوره توضح لك الكلام ده، فما تعرفش اذا كانت ضربه جزاء او لا. وانا مش هقول انها ضربه جزاء او اقول لا. انا قاعد مستني الماتش على الاقل يخلص تعادل، الاهلي يفقد نقطتين زي ما الزمالك فقد نقاط، يقوم يطلع لي خازوق اسمه قفشه جاب لي صداع يا جدعان. قفشه في لحظه بوم جون. الكعب اللي اتعمل من سفيان بن شديده عالمي بجد والله العظيم. ايه الرؤيه دي وايه الجمال وايه الحلاوه دي؟ ده فرود يا جدعان، ده فرود مش صانع العاب يعمل كرة زي دي. لا حاجه فوق العظمه بحبتين ثلاثه. بس بصراحه وكلمه حق الاهلي يستاهل المكسب، لان الاهلي عمل ماتش جامد جدا. الاهلي بيلعب كوره حلوه، الاهلي مقدم مباراه كبيره جدا، والاهلي بيلعب كوره حلوه جدا، وده اللي حصل في الماتش. فالاهلي يستاهل المكسب. ضربه الجزاء بقى ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، التحكيم هيقول لك الكلام ده. انا ما اعرفش والله، لان المخرج ما جابش لقطه عدله اقدر احكم منها.